السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حاجة بيسموها عيد الحب، وفي عيد الحب ده بيعملوا ايه؟ بيحتفلوا الكابلز مع بعض او المخطوبين مع بعض او المتزوجين مع بعض وهدايا وورد وبتاع ومعرفش ايه. انا مش هتكلم بقى على حكم عيد الحب اللي هو اصلا بدعة، ومش هتكلم عن مخترع عيد الحب اللي هو اصلا قديس وفاسق وحاجات زي كده. مش هتكلم عن الحاجات دي كلها لان الحاجات دي كلها الناس كلها اتكلمت فيها. انا عندي مشكلة ملاحظها قوي دلوقتي، مش في الناس كلها، يعني في اقرب الاقربين ليا وممكن في نفسي وفي ناس كتير، ان احنا بقينا نحب المخلوق اكتر من الخالق. ما بقيناش نفتكر ربنا كتير ونحب ربنا ونظهر إجلالنا وتقديرنا وتعظيمنا وحمدنا وشكرنا لربنا وحبنا ليه، زي ما احنا بنعمل كده مع حد. لو حد من الناس، من البشر، من المخلوقين احنا بنحبه، او حد احسن الينا، بنظهر له كامل الاحترام والتقدير، واحنا بنحبك واحنا كذا واحنا كذا. بس احنا نسينا الخالق عز وجل، نسينا. فانا كنت حابب ان انا اتكلم عن فضل الله عز وجل علينا، وان ازاي ان احنا نحبه، وازاي يعني ما نحبوش. بس انا مش هتكلم، انا هسيب لكم الفيديو اللي جاي ده يقول كل اللي انا كان نفسي اقوله. كيف لا يحب؟ هو الذي قال للكافرين في القرآن الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كيف لا يحب؟ يكلم الكافرين، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. كيف لا يحب؟ هو الذي نادى على اليهود والنصارى بعد أن أشركوا به، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. كيف لا وهو الذي نادى على جميع العصاة وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا يحب؟ هو الذي قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تجد ربك توابا رحيما. جاء رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل السيئات كلها. كيف لا يحب بعد هذا الحديث؟ حتى لم يترك منها حاجة ولا داجة. والله يا إخواني الكرام، والله لو أننا فعلنا هذا مع أمهاتنا لغضبنا علينا. أرأيت رجلا عمل السيئات كلها حتى لم يترك منها حاجة ولا داجة، أيغفر الله له؟ قال: تترك السيئات وتفعل الحسنات يجعل الله لك السيئات حسنات، يجعل لك السيئات حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. الله تعالى كيف لا يحب؟ هو القائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كيف لا يحب؟ وهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. كيف لا يحب؟ والله تبارك وتعالى في يوم القيامة يأتي برجل فيقول له: اذهب إلى النار، خذوه إلى النار. وفي أثناء الطريق العبد تجره الملائكة جرا، فيلتفت العبد على ربه، يمضي ويلتفت، فيأمر الله تعالى بإرجاعه: تعال، لم تلتفت؟ قال: والله ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال: وما ظنك في؟ قال: أن تغفر لي. قال: غفرت لك. كيف لا يحب؟ وهو الذي قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كيف لا يحب؟ وهو القائل: يا ابن آدم، امشي إلي أهرول إليك. أنا مستغرب والله، واحد يسمع الكلام ده كيف لا ينخلع قلبه شوقا إليه سبحانه وتعالى؟ كيف لا يحب؟ وهو الذي قال: وما بكم من نعمة فمن الله. انت كلك على بعضك، كل الخير اللي انت عايش فيه ده كله أصلا فضل رب العالمين، نعمة
من رب العالمين؟ ولا حد خلقك غيره؟ ولا حد بيرزقك غيره؟ ولا حد بيعافيك غيره؟ ولا حد بيسترك غيره؟ ولا حد بيعافيك غيره؟ مفيش. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ اسمع: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كيف لا يحب؟ كيف لا يحب؟ اقرأ القرآن كده واسمع ربنا بيقول لك: خلق لكم، جعل لكم، أنزل لكم، سخر لكم، أحل لكم، ينبت لكم، ذرأ لكم، يزجي لكم، أنشأ لكم، يبين لكم، أخرجنا لكم. لكم اقرأ النهارده سورة النحل، افتحها بس النهارده ما تقرأهاش، مر عليها بعينك كده وشوف قد ايه سورة النعم دي مليانة كلها لكم. ربنا بيقول في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سبحان الله، لك أنت. أنا مين؟ أنا أستحق؟ سبحان الله. كيف لا يحب وهو الجميل الذي لا أجمل منه؟ وكل جمال في الدنيا لا، وكل جمال في خلقه فهي هبة منه سبحانه وتعالى. كيف لا يحب وحجابه النور؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كيف لا يحب وهو نور السماوات والأرض؟ كيف لا يحب وهو أرحم بك من أمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما امرأة تبحث في السبي عن ولدها، ابنها ضاع منها، تبحث في الأطفال حتى وجدت هذا الطفل ابنها فأخذته وألصقته بصدرها وأرضعته. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: والله. كيف لا يحب بعد هذا الكلام؟ والله لله أرحم بالعبد من الأم بولدها. أمك قد تغضب عليك، لو جعل حسابك لأمك وعذابك أو رحمتك لأمك لهلكت، لكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك له سبحانه وتعالى.